السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع العرض ديتي، والله عرض عسل. أنا بغيب بس كده وراح جايب لك حاجة تمشي العمل. قبل كل حاجة سعر الفدان في آخر العرض. اسمع كده العرض للآخر، هتلاقي سعر الفدان في آخر العرض. إيه رأيك؟ تمام، وتابعني هيوصل لك كل جديد، وإن شاء الله اللي جاي جديد. وكل عام وانتم بخير مقدما، وعود عليكم الأيام بخير جميعا إن شاء الله. بص يا غالي عاد، اسمع العرض الجميل ديتي وهتقول لي ايه رأيك في الآخر. العرض اللي أنا فيه دول 20 فدان، واخد بالك؟ تمام، تقنين مدفوع في التقنين بتاعهم 50%، معهم حيازي. تمام، بيصرفوا ايه كيماوي من الجمعية، واخد بالك؟ معاهم 1200 متر مرخصين مباني، تعمل فيهم زريبة مواشي، تعمل فيهم سكن عمال، تعمل فيهم مخازن. 20 فدان. تمام، أصل البير كله على 80 فدان. تمام، البير عليه طاقة شمسية 50 حصان. ايه رأيك عاد؟ تمام، وبكررها لك، سعر الفدان في آخر العرض. اسمع العرض للآخر وهتلاقي فيه سعر الفدان، واخد بالك؟ طيب، مزروع فيهم 5 فدادين حجازي، وال15 مزروعين قمح. تمام، تحت الأسفلت الزراعي على طول. تمام، العرض اللي أنا فيه ده وقريب على القرية جدا، يعني هو يعمل حوالي، القرية هاي مش بعيدة، هاي القرية يعني هقول لك حوالي كيلو مثلا، أقل من كيلو. أقل من كيلو ظاهرة في الكاميرا. أهي القرية أهي، والقرية الثانية أهي هناك. وهذا القرية الثانية بين قريتين. طيب، واخد بالك على أنا أتمشى كده لفوق. أها، هذا القمح بتاعه، هذه القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا خال، تعال معاي. جاي لك اهو. تعال يا خال، تعالي. مش انا بقول لك بغيب واجي لك، ما مصدقنيش انت؟ طيب، كل سنه وانتم طيبين جميعا، واللي عاوز يجي برضه يشرفني وينورني، وانا تحت امر اي حد. طيب، تمام. بالنسبة نظام الري في الأرض دي يا عم عصام. نظام الري خط مواسير. تمام، وكل فدان عنده المحبس بتاعه. تمام. تفتح انت وكده متشيك كده وتمام، تفتح وتسقي الفدان بتاعك وتقفل عنه. ده نظام الري بتاع الأرض ديت. الأرض دي 20 فدان. ايوه، تقنين مدفوع منها 50%. أيوة. معاها عقد ابتدائي بالظبط كده. حيازة زراعية، معاها كارت ذكي، بتصرف كيماوي من الجمعية، مدعم من البنك الزراعي. تمام. والأرض طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده القمح. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. يا استاذ احمد، ده زيتون. زيتون يا كنت. خد يا عم، خد يا عم، خد. هرب اصلا، راح للزيتون. بسم الله ما شاء الله، شايفين القمح؟ يعمل لها صاحبها فدان زيتون يا عم، يعمل لها صاحبها فدان زيتون يا ناس. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. الله يبارك له، لا الله يبارك له، والله شويه غله، بسم الله ما شاء الله. طيب، ده القمح. احنا هنتمشى كده، نروح عند البرسيم. البرسيم انا شايفه محشوش بس لسه مخضر كده، هنروح نبص عليه برضه عشان الناس تشوفه. طبعا نظام الري في الارض دي غم. البير 350 متر على طاقة شمسية، 50 كيلو او 50 كيلو على غاطس 50 حصان او 60 حصان بمعنى اصح. 50 كيلو طاقة شمسية، عليها مولد احتياطي للطوارئ، يعني لو احتاجت مثلا ساعتين 3 ري بعد الطاقة ما تخلص بتشغل المولد. هنروح نبص عليه احنا دلوقتي اخر النهار، ممكن تلاقي المولد شغال فوق. ادي احنا المغرب اهوت، فالشمس خلاص بتغيب. وادي الزيتون هناك تاني. عصام اجري، يا عصام اجري. عارفك الصلاة على النبي، ده عامل على الجسر كلها زيتون صاحبها. عارفك بتحب الزيتون. زيتون وموز. وموز. لا، عايز تاكل موز يا عصام. لا 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 لا، وقصبه.
لا لا ده مجلع نفسه قوي صاحب الارض ديتها. يا عم اسمعني وتعالى هتستفيد. ادي الموز بس طبعا ايه. بس ما فيش موز يا استاذ احمد، في كسر. موز زي دلوقتي يا عصام، انت هتهزر؟ قصب. انت طالع من الشتاء يا عصام تقول لي موز. القصب ده مش شغال يا عم، سيبنا منه. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. لا بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لصاحبها. زيتون يا عيال عملت لك فدان زيتون مش يمشي الحال. بسم الله ما شاء الله القمح. خال ها؟ لو فدان زيتون مش يمشي الحال. يمشي ونص ما يمشي. طيب بالنسبة للزيتون هيبقى ايه؟ اعجازي ولا تفاحة ولا دولسي ولا هتعمل ايه الفدان؟ ما هي انواع الزيتون دي مش بالكوم، الزيتون ده حاج. طيب خلينا في تفاصيل بس الفيديو يا عصام عشان ايه ماشي الناس ماشي. كده. بص الارض بسم الله ما شاء الله، طبعا ده القمح. طيب يلا نتمشى ناحيه البرسيم كده عشان نشوف البرسيم. يلا يلا يا عم عصام، يلا كل سنه وانتم طيبين بقى. ايه احنا داخلين على رمضان ومش عارف بقى هنعرف نعمل لكم عروض في رمضان في الصيام ولا ايه. فلو حابين تشوفوا عروض الصيام وان شاء الله في رمضان وتشوفوا عروض في رمضان باذن الله، لايكات كده علشان ايه نتحمس كده وايه وننزل نصور في رمضان واحنا صايمين. بالظبط كده، الله ينور عليك. ما لقيناش اعجاب وما لقيناش تفاعل، الواحد هينام في رمضان ويريح بقى. هننزل يا راجل ازاي ده كل الناس اللي متابعاني حبايبي، يا راجل ازاي تقول لي فيش تفاعل ولا فيش لايكات ولا ازاي يا استاذ احمد؟ يعني ازاي؟ يا عم الراجل ما هم مقدرين التعب يا أنا استاذ شايف... احمد، ما تعمل لايك يا اخي. يا عم الراجل ده انا شايفه بقى قاعد بيتفرج ومكسل يدوس على اللايك يا عم. ليه؟ بص عليها بصابعك. والله اعمل مكسل كده بصابعك بس مش هتخسر، انت تدفع فلوس. حبايبنا والله العظيم ما نقدرش نقصر معاكم، احنا بنهزر شويه ونشتغل شويه يا جماعه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت هنا في الاول اصلا الموتوسيكل هو بتاعي، فنزلت هنا في الاول البرسيم لقيته محشوش، فبس هنبص عليه كده، هو لسه ما اترواش بعد الحش، هنروح نبص عليه كده بالمره. طيب بص كده على الارض يا عصام، بسم الله ما شاء الله. شايفين التربه؟ دي تربه الارض اهي، تربه طاميه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ادهم ما كان بيلعب هنا، خلي بالك كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا ده برسيم 5 فدادين برسيم من الشكل ده. البرسيم ده لسه محشوش وريهم الجسر لسه ما تحشش. اهو الجسر. ده البرسيم اللي ايه محشوش. ثاني بطني ده، ثاني بطني ده استاذ احمد. والله ما انا عارف، ما سالتش عصام. طيب تمام. حلو. لا ده ثاني بطن يا باشا. تمام. يعني لسه جديد البرسيم ده. برسيم جديد. 5 فدادين. بسم الله ما شاء الله. طبعا ايه اواخر الارض عند عند الطاقه الشمسيه فوق، الطاقه هناك اهيت. ايوه لحظه بس ايه تعمل زوم بس الكاميرا. ايوه بس تمام. ايوه ده الارض اهيت، فيها حوالي 5 فدادين او تزيد شويه برسيم حجازي، والباقي كله قمح. طبعا القمح خلاص كل سنه وانتم طيبين هيتحصد اهوت. ايوه اللي هيستلم الارض هيستلمها بعد القمح برضه، عشان لو حصل نصيب لاي حد من تمام المتابعين انه يشتري. أيوة. عشان يبقى التفاصيل واضحه بس شويه. تمام. بالنسبه للارض طبعا فين يا عصام؟ علشان انا مش هقول كل حاجه يا عم. طيب محافظه الوادي الجديد، مركز الفرافره، قريه اللواء صبيح. تمام. جايه بين قريتين، بين قريه علي بن ابي طالب وقريه اللواء صبيح. بالضبط 3 دقائق، اقل من دقيقتين. والله انا كنت نفسي اطلب طلب، دقيقتين بالضبط. معلش انا عاوز اطلب طلب. التليفون ديتاي اللي احنا حاطينه، التليفونات دي يا حبيبي على اساس ان انت مثلا تقول لي الو يا عصام انا جاي في الطريق، اما تاخذ مني استفسار على التليفون لا، لان انا حاطط لك الاستفسارات في الفيديو، يبقى لازم تفضل تضيع في المكالمه وتوقف في حاله، ومره اتصل بي تلاقيني مشغول، ومره تتصل انت قول لي الو انا جايك اشوف بعينه. تمام. التفاصيل احنا بنحاول نحطها كلها في الفيديو، لو في تفاصيل مش واضحه برضه اسال عليها ما فيش مشكله. كتر المكالمات معلش احنا عندنا مكالمات كتيره خالص، فالموضوع صعب شويه انك ترد على الكل. يعني في ناس ما بنقدرش نرد عليها، في ناس بتزعل، بس سامحونا يعني والله العظيم انتوا عارفين يعني لما فيديو مثلا يجيب له مثلا 20,000 30,000 مشاهده، لو 10% بس رنوا من ال 20 وال 30,000، تخيل انك بترد على كام مكالمه في اليوم. واحد عمل ازاي؟ ايه يا عم انت سنترال ولا ايه؟ اي والله سنترال ولا ايه؟ الموضوع صعب، سامحونا بالله عليكم والله العظيم سامحونا. هو مش عاوز حد يزعل يعني، اللي يقول لك انت بنستكبر ترد علينا، واللي تقول انتوا ما بتردوش على حد، والله العظيم انتوا بترنوا وبقى المكالمات شغاله، يعني 3 خطوط بنستقبل عليهم مكالمات ومش عارفين يعني هنعمل ايه، بس يلا الحمد لله.
على الله كله. يلا ده كله عشان خاطر والله ما نقصرش مع حد، بس ايه سامحونا. ده بقى البرسيم. طبعا ايه الارض لسه ما تروتش يلا بعد الحشي. طيب يلا عشان نسيب الاحباب كده عشان ياخدوا راحتهم في طيب الفيديو. اختم كده عصام، تعالى الناحيه دي كده. بص يا حبيبي، هديك برضو التفاصيل تاني وهقول لك على السعر. تمام. 20 فدان منهم 5 حجازات، 5 فدادين فيهم مزروعين حجازات والباقي قمح. فيهم 1200 متر مترخصين، زريبة مواشي، سكن عمال، مخازن. معاي هم تحت الاسفلت الزراعي على طول بين القريتين ال 20 فدان. اول الارض من الاسفلت للبير بتاعها على طول، مفيش قدامك لا جار من النص، مفيش ما حد يقسمهاش من النص. هي جايه السكه بتاعتها ماسكاها من اول البير لاخره. زي الفل. 20 فدان تقنين مدفوع لهم 50%. معاهم حيازه بيصرفوا كمان من الجمعيه، ومعاهم الكارت الذكي. واخد بالك علي؟ معاهم عقد ابتدائي، يعني عاوز يدفع لهم ال 50% ويبقى العقد بتاعهم خلصان نهائي. واخد بالك علي؟ طيب بص يا حبيبي، سعر الفدان انا هوضح عاد دلوقتي. سعر الفدان في الارض دي الفدان سعره 140,000 وقابل للتفاوض، بس لغايه كام التفاوض ده الله اعلم. انت وراحتك معاه. التفاوض ديت انت وشطارتك مع صاحب الارض. بس ايوه يعني براحتك. هو انت صاحب الارض قال انا عارض الارض ارض ب 140,000. تمام. بس. فانت وشطارتك ايه ممكن تجيب منه زي ما انت تعرف، يعني زي ما تقدر. براحتك، تنزل منه 10، تنزل منه 5، تنزل منه 1000، انت وشطارتك مع صاحب الارض. تمام. تمام. وكل عام وانتم بخير. طيب ودلوقتي انت بعد ما شفت الفيديو ناوي تديني لايك وتديني اعجاب وتعمل لي شير كده وتخلي الناس تستفيد زي ما انت انا بفيدك، ولا قول لي بس طب كل سنه وانتم طيبين جميعا ويعود عليكم الايام بخير. لو انت عطيتني لايكات واهتميت بامري هتشوف مني عروض كتير، وبعدين انا بنزل لك حاجات واكل عيش، يعني مش احسن من المواضيع اللي انت اقضي مصلحه معاي. اقضي مصلحه وتعالي، والله ما هتزعل. تعال بس وشرف كبير لي عشان انت الجاي والله العظيم. وهترتاح، واللي ما عجبكش العرض ده هتلاقي غيره، واللي ما عجبكش ده هتلاقي غيره يا باشا. تفضل تعال. السلام عليكم.